أهلا بيكم. أنا سامية علوبة. النهاردة عايزة أتكلم معاكم في موضوع عامل قلق لناس كتير، وطبعا عمل لي أنا كمان قلق شخصيا. كل حد فينا أكيد انجرح من شخص ما في حياته أو أشخاص، سواء بيبقى من أهلنا، من أصحابنا، من شريك حياتنا، من ولادنا. لو كل حد فينا اتجرح من شخص ما وفضل يشيل في نفسه ويفضل يفتكر يتكلم عن الموضوع اللي مضايقه، يقاطع الشخص اللي جرحه، طبعا هقبل انه حد يغلط في حق نفسي لدرجات معينة، وكمان على حسب ايه الاسباب اللي خلت الشخص يجرحني. اللي مهم قوي نعرفه عشان نقدر نسامح انه دايما في سبب. مش كتير بيتقالك حط نفسك في جزمة اللي قصادك او حط نفسك مكان الشخص اللي ضايقك. احنا دايما غصب عننا بنبص للحاجة من وجهة نظرنا احنا. ده جرحني كده، تسبب لي في كذا، ايه اللي خلاه يعمل فيا كده، مع ان انا مثلا دايما بشيله، دايما عنده اي مشكلة بقى في وراه بسمع له. يوم ما انا احتجت لصديقي او صديقتي دي مرة واحدة لقيت مش مدية اهتمام، حتى مش مدية وقت تسمع لي، مش مدية وقت تشوف ازاي احل مشكلتي. لو من الاهل كتير برضو بقى ظاهر قوي دلوقتي انه بعد سنين طويلة بيبان مشاكل في الشخص بسبب حاجات حصلت مع اهله. يا اما ما حسيتش بحب كفاية من اهلي، حسيت بأنانية كبيرة من اهلي، حسيت اهلي ظلموني، اهلي ضغطوا عليا زيادة عن اللزوم عشان عايزيني اطلع حاجة هم عايزينها، بوظوا عليا سنين دراستي وخلوني ادرس حاجة ما بحبهاش وما قدرتش انجح في الحاجة دي، كله بسببهم. ده بيبقى حقيقي في جزء كبير بسبب الأهل، العلاقة مع الأهل ما ادونيش وقت كفاية. يا ترى هم ظروفهم كانت إيه اللي خلتهم ما يدونيش وقت كفاية؟ بيبقى في برضو كذا واضح. في مثلا أهل اتجوزوا هم صغيرين جدا، وممكن قوي يكون اتجوزوا صغيرين وكمان ما جالهمش فرصة يختاروا شريك حياتهم، اضطروا يتجوزوا حد عشان يرضوا أهلهم، فحياتهم مش سعيدة. اللي مش سعيد لا يمكن يسعد اللي قدام. ممكن يحصل انه جوزوا بدري وبالضغوط، وبعدين كمان خلفوا بدري، انه برضو في اهل كتير بيحطوا ضغوط على اولادهم، يلا بقى عايزينكم تخلفوا وتجيبوا لنا احفاد ومش عارف ايه، ولا ما تتاخروش ولغايه دلوقتي زي ما جبتوش ولاد. فدي برضو بتبقى انانيه من ناحيه الاهل، هم عايزين يفرحوا باولاد ولادهم بس مش سايبين فرصه لاولادهم ياخدوا وقتهم ويتحضروا نفسيا وماديا انه يبقى عندهم اطفال. هنقول خلاص ما كانش في ضغط وجابوا اطفال. لو كانوا متجوزين تحت ضغوط، وجود طفل هو في نفسه 3 أضعاف الضغط، فبقى فيه ضغط زيادة. هنفكر بقى احنا كبرنا، مثلا لو كان اهلنا هم اللي جرحونا، كبرنا مع اهل مضغوطين ما كانوش مستعدين واضطروا يجيبونا في الدنيا، فطبعا اكيد هم كمان بيعملوا مجهود، وفي نفس الوقت لما هم ما بيدوش العطاء اللي هم عارفين منتظر انهم يدوه، بيبقوا حاسوا بالذنب هم كمان. فما نفتكرش انه اهلنا كانوا قاسيين علينا او اهملونا بمنتهى السهوله كده. هم عانوا بقى في الفتره دي. مفيش اب او ام بتقسي على اولادها من غير ما تحس بالذنب بعديها. فلو احنا بعد ما نكبر شويه، ما بقولش انه سهل، بس لو بصينا للناحيه التانيه، ايه اللي خلى والدتي او والدي يعملوا كده؟ عشان هم نفسهم كان عندهم عذر. ممكن قوي لما نشوف السبب نبتدي ننسى شويه، نهدى. واحسن حاجه انه نلاقي الطريقه انه كل ما الفكره دي تيجي في ذهننا ونفتكر قد ايه جرحونا، نعيد الجمله بتاعت هم كان عندهم عذرهم، هسامح. وبعدين لما كمان اعرف انه الزعل بيسبب مرض والمسامحه بتهون عن الشخص عن نفسي تماما، يبقى اكيد هختار انا مش عايزه اعيا ومش عاوزه انكد على نفسي حياتي. خلاص هتعامل مع الوضع ده. ايوه دي حاجه ضايقتني، ودايما هحس ان هم لهم يد في اللي حصل لي، بس خلوني ادرس حاجه انا مش حاببها. ما انا كبرت بقى، بعد ما درست وخلصت مش حباها، انا هختار حاجه تانية، لان انا ما بقعدش تحت طوع او تحت بيت اهلي طول الوقت. يا اما هبتدي الاقي نفسي طريقه، هشتغل، هعمل شويه فلوس، هنفصل، هاجر مكان. ممكن قوي انا وحد زميلي في نفس السن نأجر مكان، نتقسم الايجار بتاعه، فاقوم ابعد عن
عن سيطرة الأهل عني، وبعدين هختار بقى عايز أدرس حاجة تانية، ممكن أدرس حاجة تانية. ما يقاس وما استسلمش للوضع اللي أذاني مخليني نفسيا تعبان أو تعبانة، فما أقدرش أسامح اللي تسبب لي في ده. فده لو كان الأهل. لو كان الصديق برضو، أول ما حاجة تجرحني من الصديق لازم أواجه. المواجهة مش هقول إنه ما نواجهش أهلنا، برضو لازم نعبر عن نفسنا ونقول لأهلنا إيه اللي بيضرنا عشان يجربوا يغيروا طريقة التعامل. في أطفال يعني بيكبروا عندهم عقدة من مثلا وزنهم، عشان أهلهم كانوا طول ما يكبروا أنت تخين، أنت تخينة، لازم تخس. طيب يا ترى ليه الأهل بيقولوا كده؟ مش عشان هم بيحبوا جدا الطفل ده ومش عاوزين إنه صحته تتأثر؟ لو ابني أو بنتي زادوا في الوزن زيادة عن اللزوم صحتهم هتتأثر، أنا مش عايزة ده. ببقى بس أنا ما اتعلمتش إزاي أواجه المشكلة دي كأم، ما اتعلمتش إزاي أتعامل مع ابني أو بنتي عشان ما أخليهمش يتعقدوا وعشان أوصلهم للنتيجة اللي أنا عاوزاها. بس للأسف في أهالي كتير ما جات لهمش الفرصة دي. المواجهة مهمة جدا سواء كان أهلي أو أصدقائي. ممكن قوي أقول لوالدي لو كان هو اللي بيتسبب لي في المشكلة إنه عارف حضرتك كل ما بتقولي أعمل كذا غصب عني بلاقي نفسي بعند، فممكن حضرتك تجرب كده، يعني ما تقوليش، سيبني كده على راحتي وأنا خلاص عارف إيه اللي هيرضي حضرتك وهحاول برضو أنفذ ده. يا إما هقول له عارف حضرتك الطلب اللي أنت بتطلبه مني ده صعب جدا، لأنه لو حضرتك عايزني أطلع دكتور أنا مش حابب المجال ده خالص فهفشل. هو يرضي حضرتك إن أنا أفشل؟ أنا مثلا بتعب لما أشوف دم، لا يمكن هطلع جراح. أو يعني أي حاجة الأهل مختارينها لي وأنا مش حاببها لازم أواجه وأشرح. نفس الحاجة مع الأصدقاء، في صديق أو صديقة بيجرحوني جدا لازم أواجههم. التصرف معايا بالطريقة دي بيجرحني جدا، بيخليني مش عاوزة أبقى معاك أو معاكي. فيا ترى في طريقة تانية ممكن تتعاملي معايا بيها؟ واحد بيسامح لما يقدر يوصل للنتيجة. في طريقة تانية كمان، لو أنا لقيت اللي قصادي مفيش خلاص فايدة مش هيتغير طريقته، يا إما أنا أبني مناعة لنفسي، أقعد أقول لنفسي مش مهم رأي صديقتي فيا، مش مهم إنه يكون والدي مش راضي عني في الحتة دي، طول ما أنا ما بضروش. يعني طبعا أنا بضره بطريقة غير مباشرة زي ما هو بيضرني بطريقة غير مباشرة، لأني مش بعمل اللي هو هيرضيه، لكن في حاجات تانية كتير ممكن ترضيه أكون هعملها ترضيه. بس حاجة بالذات همرن نفسي أبني المناعة، كل ما الشخص يقول لي الحاجة اللي مش عجباني كأني ما سمعتهاش وبعدين أكمل عادي. الاختيار التاني مش دايما سهل لما بيبقى الأهل، زي ما قلنا لو مع الأهل أول ما أكبر ويجي لي فرصة أستقل. لكن لو مع الصديق اللي ما بيقدرش يغير ويبطل يجرحني لازم هبعد عنه. يا إما هقول لصديقتي أنا شايفة معلش أحسن ما نبقاش دايما مع بعض لأنه مش قادرين نوصل للطريقة اللي مريحانا احنا الاتنين، يا إما من غير كلام بشويش هنسحب من غير ما أواجه قوي. ولو اتسألت هقول الحقيقة، هقول معلش أنا شايفة إنه كده أحسن، هنقعد أصدقاء، مش ضروري نبقى أصدقاء جامدين قوي لأنه يعني يمكن أنت مستريحة في العلاقة أنا مش مستريحة. وبرضه كده اللي بسامح، عشان نقدر نسامح نحط دايما نفسنا مكان الشخص اللي بيجرحنا.